بورسعيد، اسكندريه، والسويس، كل واحد طلع بلدنا المنصوره من شرفني بزياره الدكتور عبد الله شرف عضو مجلس اداره نادي اتحاد بخصوص انا حرصت انه يبقى على الهوا الكلام كله بخصوص محمود عبد المنعم الشهير بمحمود كهرباء بتجديد عقده. هم عرضوا $1,000,000 في الاول، بعدين وصلوا $1,300,000 وانا رفضت. شرفوني يقولوا لي مارينا وبعدين مراسي. المهم يعني في النهايه السعر اللي احنا اتفقنا عليه $1,300,000. $2,300,000 يعني معادل حوالي 46 مليون مصري، 45 في الحدود دي. انا فوجئت انه ما صرحش لحد طبعا، لغايه ما ارجع رجعت مسكت ولادي واحفادي ورجعت مصر عشان ننهي الموضوع ده. يعني تقديرا لنادي اتحاد جده انهم كانوا ملتزمين معانا بصراحه في الاعاره الاولى وفلوسهم كانت حاضره، يعني خلال اسبوع بصراحه تم تحويل الفلوس، عكس رئيس نادي اهلي جده انه عذبنا وراح اشتكينا برغم ان نادي اهلي جده ده من الانديه العريقه جدا 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 في السعوديه، لكن في الوقت ده رئيسه ما اعرفش كان يعني تقريبا جاي من حته كده ما اعرفهاش. المهم يعني فاتفقنا $2,300,000. ده كانت عشان رغبه اكيده من كهرباء عايز يمشي، يعني عايز يمشي، رغبه اكيده من اتحاد جده بالاحتفاظ بكهرباء. بعد ما اتفقنا كلمني الاخ شويه امبارح وانا راجع في الطريق، قلت له احنا اتفقنا $2,300,000. انا فوجئت بعد صحفي النهارده مطلعه انه احمد يحيى اهو ان المبلغ $2,500,000. قلت له طب يبقى خلاص كان في $200,000 راحوا فين؟ تمام. انا عايز اقول لبعض الصحفيين والاعلاميين كل اللي كلمني قلت له احنا لسه في مجال المفاوضات. انت بتفتي، يعني انت بتفتي ليه؟ يعني ادي احمد يحيى اللي انت رسمت له الكلام موجود اهو خلاص. انت بتقول لي اتفقوا $2,500,000 وبعدين يبقى احنا العقد $2,300,000 يبقى حد خد $200,000 واحنا اصلا يعني مش عايز اقول اشرف، مش يعني احنا على الهوا احنا بنتكلم. هو ادي الراجل اللي قاعد ظاهر هيتكلم دلوقتي بعد يعني مفاوضات شاقه جدا 7 ايام يعني 7 ايام قاعد كل يوم يجي لي مارينا ويجي لي مراسي ويجي لي القاهره. تمام. شاقه جدا. لو فلوسي انا مش هعمل كده. يعني اللي بيكتب $2,500,000 ده في بعض الصحف اللي هي للاسف عيال كدابه، يعني عيال كدابه. تمام. انا اتمنى طبعا يبقى 4 مليون و5 مليون، لكن كان في اصرار من اللاعب انه عايز يمشي. انا عايز يمشي خلاص، اصرار. لذلك حصلت مشكله مع والده، ووالده للاسف الشديد قال لك عليها الطلاق ولاعب في الزمالك. تمام. انا طبعا والده هيتحاسب حساب عسير على الاقل. انا ما سفرتوش عشان ابوه حلف بالطلاق، انا سفرته علشان ولد مؤدب وملتزم، وقال لي اعتذر وقال انت زي ابويا بالظبط، وانا شايف ان مصلحتي السنه دي اقعد في السعوديه. تمام. انا ربيت رغبه محمود كهرباء، لكن رغبتي انا الشخصيه انه محمود كان يقعد معانا، احنا في حاجه ليه ولا ملايين الدنيا تعوض ان واحد في حجم محمود كهرباء وفنياته ومهاراته ان احنا نفرط فيه. لكن الولد قفل، قال انا بقول له قدامك اهو انا عايز اروح اتحاد جده السنه دي، وادي وكيله موجود قدامه اهو، لو بقول اي كلمه غلط يقول انا بقول غلط، وانا حتى بكشف اسرار المفاوضات، حتى المشكله اللي حصلت مع والده. تمام. حتى لما قال لي انا من مصر القديمه قلت له على ساعه تعمل لي مصر انا جاي اصلا مولود الفرج وعندي متغمر وعندي بشالوش، يعني بلاش اللغه دي مع مرتضى منصور. الفتوانه دي مش مع مرتضى. اذا كنا هنوافق لابنك هنوافق عشان هو وعشان اتحاد جده، ناس ملتزمين وشايلين الولد، وراجل دكتور محترم بقاله اسبوع يعني لف ورايا يمكن الساحل الشمالي كله والقاهره، وانا رجعت فاجر امبارح في الطريق، يعني كان طبعا في شبوره، لكن رجعت التزمت معاه ان احنا ننهي الموضوع النهارده، لان اخر يوم في القيد بالنسبه لهم المفروض اعتقد النهارده او بكره بالكثير. فكهرباء معار ب $2,300,000 طبعا، واحنا السنه الاولى خدنا مليون اعتقد و200، يعني احنا زودنا مليون و100. تمام. عن السنه اللي فاتت. بس عايز اذكر الزملكاويه ان انا كان عندي راجل هنا فاشل دمر النادي، جاب ابوجه ب 40 مليون جنيه، 40 مليون، وطرده تاني وطرده وشتمه. فالواد لما مشي اشتكانا في الاتحاد الدولي برغم الواد قال لهم طب ادوني يعني خلاص انتوا في حالكم وانا في حالي ومش عايز منكم حاجه. قال له امشي انا من هنا. راح اشتكانا في الاتحاد الدولي اعتقد $2.5 مليون بندفعهم المحكمه اللي دي حكمت علينا وخاربين بيتنا هناك. يعني $2.5 مليون يعني حوالي 50 مليون مصري.
50 مليون وهو 40 90 مليون في لاعب ما لعبش شوط واحد. في الوقت انه كهرباء انا شريك حوالي 6 مليون بالاضافه 6.5 مليون، بالاضافه ان انا كنت محامي اخوه تمام، ما خدش منه طبعا واحنا مليم. النهارده كهرباء يعني لنا حوالي 70 مليون وغيره على فكره، وعمر جابر وغيره. ده الاستثمار اللي احنا بنعمله بالنظافه. انا يمكن بقول لكم على الهواء اهو مصر كلها والسعوديه ادي المفاوضات الشاقه اللي بيني وبين هذا الراجل الدكتور عبد الله اللي شرفني كراجل شخصيه محترمه. واي سعودي انا قلت قبل كده السعوديه وقفت معانا ودعمتنا، سيبك من المال، دعم المعنوي بعد 30 يونيو. ووزير الخارجيه الله يرحمه سعود الفيصل الله يرحمه لف العالم كله مع وزير خارجيه الامارات عشان يقول ما حدث في مصر 30 يونيو ثوره وليس انقلاب. هذا الجهد المشكور فوق دماغنا كلنا. يعني الشعب السعودي، الشعب الاماراتي، الشعب الكويتي، البحريني، العماني، الاردني، السوري، الشعوب اللي وقفت مع مصر دي مع شعبي ومع دولتي دول فوق دماغنا. وانا قلت قبل كده لو طلبوا كل السعوديه طلبوا كل عيله الزمالك انا ما عنديش مشكله، لانه الاولويه للسعوديه والامارات والكويت والبحرين اللي هي دول وقفت معانا. انا راجل سياسه، انا راجل عضو مجلس النواب، عضو لجنه دفاع وامن وطني، عضو لجنه تشريعيه، فافهم يعني ايه العلاقات بين الدول. تمام؟ بقول لاتحاد جده مبروك، بقول اللي كتبوا في الاكاذيب دي كلها يا جماعه المبلغ 2 مليون و300 الف دولار، يعني حوالي 45 مليون تقريبا مصري، اذا اعتبرنا ان الدولار 46 مليون. تمام؟ مبروك لاتحاد جده محمود كهرباء السنه دي، وعرض سنه واحده عشان شكله اتباع سنه واحده معار. بقول مبروك لواحد لبينا رغبتك يا محمود يا كهرباء من غير فتوانه، من غير الاصاله المصري القديمه. انا الكلام ده كله يا عبد المنعم ما بيمشيش مع مرتضى منصور، قلت لك قبل كده مرتضى ما بيتهزش من اي حاجه، انسى الكلام ده تخوف بيه عيل بتاع، لكن تخوف ان انا عدي المسرح والحاجات اللي انت بتقول عليها ايه. تمام؟ مبروك يا دكتور. الله يبارك. هنعمل دلوقتي اعاره سنه الموسم، يعني موسم ان شاء الله، وربنا يوفقك كهرباء وتنور في السعوديه زي ما كنت منور السنه اللي فاتت، وتنور مع منتخب مصر باذن الله في كاس العالم اللي جاي من غير فتة كوبر، واخد بالك، لان فتة تقريبا كانت جزء كبير من دماغه وسايبين مش مشكله. انا ببارك لك ان شاء الله. هنعمل العقد دلوقتي حالا، الفلوس خلاص الناس هياخدوا الحساب وهيحولوها. واحنا لنا تجربه قبل كده مع الناس دي، ناس ملتزمه وناس محترمه. بس عشان الناس بيقول لك ايه طب الفلوس اتاخرت، في بند عندي شروط قانونيه حاطين بند في العقد، الفلوس ما وصلتش في الميعاد معين يعتبر عادلاني وتتلغي البطاقه واي مبلغ يكون خدمات ده بقى بتاعنا خلاص. تمام؟ مبروك يا سيدي، اتفضل. ونسمعك وانت بتحكي عن لا السعوديين ثلاثة مش السعوديين دول ثلاثة تعالى أحمد ده وكيل كهرباء، احكي بقى زي ما أنا حكيت المفاوضات يعني فلوسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم طيبين للشعب المصري وللوطن العربي كامل وللشعب السعودي. كل عام وانتم بألف خير، ويعيد ربنا عليكم سنين عديدة ومديدة يا رب بالخير واليمن والبركات. أول شيء أحب أشكر سعادة المستشار على سعة صدره، لأنه مفاوضات لمدة أسبوع تقريبا بالطريقة هذه، يعني أنا أعتبرها مطاردة مش مفاوضة، من بيت لبيت من مدينة لمدينة. الحمد لله الله كللها بالنجاح. سعادة المستشار كان ماسك على 5 مليون دولار إعارة، ريال واحد ما ينقص. يعني حرص من سعادة المستشار على النادي طبعا حقوقه وعلى اللاعب. تفهم سعادة المستشار انه الاوضاع ما هي زي الاوضاع يعني زمان، الامور يعني وكنا في جدال طويل مع سعادة المستشار صعب، يعني لدرجة انه يقفل جوالات ويهرب مننا واحنا نطارد فيه، وجزاه الله خير في النهاية استقبلنا وجلسنا كذا جلسة. هذه مو جلسة، هذه ممكن 10 جلسة، بس الحمد لله سعادة المستشار ما قصر. نزلنا وقفنا على 2 مليون ونص فعلا، بس
نادي الاتحاد يعني وقف عند هذا المبلغ، انه لا يكلف الله نفسا الا طاقتها، واحنا ناس صادقين ان شاء الله مع سعاده المستشار ونادي الزمالك. فقلنا له ما نقدر نزيد لسبب انه فعلا هذا الكلام هذا اللي اتفق عليه رئيس نادي الاتحاد استاذ انمار الحايلي ونائبه استاذ احمد كاكي، انه هذا كحدنا اقصى شيء نقدر نسويه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وسعاده المستشار يعني جزاه الله خير نزل معانا ال 200 هذه مشكور، والحمد لله تم الاتفاق. وصحينا اليوم الصباح ولقينا خبر الجرايد دي اللي والله ما اعرف انا انه انا رساله مني للصحفيين ان كانوا زملكاويه او غيرهم، هذه اساءه لنادي الزمالك. قبل ما تكون يعني شغله كويسه انك ترمي خبر مش متاكد منه او مو على لسان وكيله او النادي. يعني ايش تستفيد اذا حرمت نادي الزمالك من 46 مليون جنيه؟ ايش تستفيد اذا حرمت نادي الاتحاد من كهرباء؟ انك تطلع كلام بالكذب، هذا ما هو سقط صحفي، هذه سقطه صحفيه. لكن سعاده المستشار عودنا على سعه صدره على تفهمه للامور هذه. وانا هو اقول لكم الحمد لله الصفقه تمت ب 2 مليون 300 الف دولار. ولو الشغله فيها زي ما يعني سعاده المستشار قال انه في شيء تحت الطاوله فوق الطاوله، ما جلسنا اسبوع احنا نطارد فيه من مكان لمكان، كنا خلصنا قبل ما نجي مصر. لكن الحمد لله على كل حال. واحب اهدي هذه العيديه لجمهور نادي الاتحاد والمجلس ادارته، للرئيس انمار الحايلي ونائبه احمد كاكي لاعضاء مجلس الاداره، ونقول لهم ان شاء الله تكون سنه طيبه لنادي الاتحاد، وربنا يوفقه ان شاء الله، يوفق اللاعب محمود كهرباء. وعندي طلب من سعاده المستشار انه يوافقني عليه. انا ما قد طلبت منك طلب، فطالبك هذا الطلب انه عفى الله عما سلف، انك تسامح ابو كهرباء، وانه اب في النهايه وانتوا اخوان وعيال بلد واحده، وان شاء الله باذن الله مع هذا الاتفاق يمحي ما قبله من. وانا اوعدك انه يجي ابو كهرباء يبص على راسك يستسمحك. مفيش مشكله. الله يكرمك يا رب. عشان محمود